جاهزية سفيان أمرابط لمواجهة شيفيلد يونايتد. خبر سار. أزمة مالية جديدة لبرشلونة بسبب رافينيا. قال إيريك تين هاغ مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن جاهزية الدولي المغربي سفيان أمرابط لمواجهة شيفيلد يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. خبر سار. وأضاف ربان الشياطين الحمر خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة أن أمرابط بات جاهزا بشكل جيد لمباراة شيفيلد يونايتد. وبخصوص إصابة البرازيلي كاسيميرو وتعويضه بأمرابط قال تين هاغ من المحبط تعرض كاسيميرو للإصابة لكنها ليست إصابة سيئة للغاية وأنا واثق من أنه سيعود في المباريات القادمة إنه غياب لمدة قصيرة. الأمر الجيد هو أن أمرابط أيضا متاح لنا في مباراة شيفيلد. وكان أمرابط قد وقع في كشوفات مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم رياض مع خيار الشراء قادما من فيورنتينا الإيطالي. تجدر الإشارة إلى أن سفيان أمرابط كان قد غاب عن مباراتي المنتخب الوطني المغربي أمام ليبيريا وكوت ديفوار. أزمة مالية جديدة لبرشلونة بسبب رافينيا. قال تقرير صحفي إسباني إن إدارة برشلونة تعيش أزمة جديدة خلال الفترة الحالية بسبب الجناح البرازيلي رافينيا. ويعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة أجبرته على بيع العديد من اللاعبين مع إنفاق 5 ملايين يورو فقط على صفقات الميركاتو الصيفي 2023. لكن بحسب صحيفة فوتبول إنسايدر فإن برشلونة مطالب بدفع 21 مليون جنيه استرليني لصالح ليدز يونايتد قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني المقبل. وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ جزء من خطة السداد التي تم الاتفاق عليها بين الناديين خلال انتقال رافينيا لصفوف البلوجرانا في صيف 2022. وكان الاتفاق على ضم رافينيا مقابل 60 مليون يورو ونظرا لمشاكل برشلونة المالية تم التفاوض على دفع رسوم الصفقة بأقساط والقسط التالي مستحق قبل يناير كانون الثاني المقبل. ولا يوجد أي خيار أمام برشلونة سوى دفع هذا المبلغ والذي قد يؤثر على موقف الفريق الكتالوني في الميركاتو الشتوي المقبل.